شافوا عبد الناصر بيدخن السيجار فقال ده أممناه ولا لسه؟ كده وبكل بساطة انتهت قصة رجل أعمال من أنجح رجال الأعمال في التاريخ المصري، لدرجة إن جمال عبد الناصر ما استحملش إنه يشوفه بيدخن السيجار. أنا بتكلم عن قصة رجل الأعمال المصري علوي الجزار، ابن الحومدية محافظة الجيزة وخريج كلية الزراعة، مع 3 من إخواته قدر ينطلق في صناعة الشاي، اتجوز وأنجب 8 بنات. إحنا عندنا في مصر كده مثل بنقول عليه إيه؟ بنقول رزق البنات واسع. علوي الجزار ده اللي أثبت مقولة إن رزق البنات واسع، عشان شاي الشيخ الشريف ما كانش هو إنجازه الوحيد. الجزار كان رئيس مجلس إدارة شركة كوكاكولا وصاحب 70% من أسهم المشروع، قدر إنه يثبت أقدام المنتج في مصر وفي الدول العربية. بخلاف الشيخ الشريف وكوكاكولا كان عنده مصنع سجاد وبلاط وموبيليات وشرابات وماركة البنبون الشهيرة فينوس وكريم نيفيا، وكان صاحب مزرعة كبيرة. بالشراكة مع الخواجة إليكو انبثق عن المزرعة مطعم أندريا الشهير، وكان صاحب سينما فانتازيو الشهيرة في ميدان الجيزة وفندق شهرزاد. زي ما بيقولوا كده كان علوي الجزار صنايعي أعمال واد مدقدق زي ما بيقولوا. انتوا عارفين مقولة اللي بيحول التراب لذهب؟ اهو علوي الجزار كان بيحول التراب لذهب، وكان نجاح مشروعه لتصنيع الشاي فعلا نموذج يستحق الدراسة. كان بيستورد الخام بتاع الشاي من سيلان وبيصدره مصنع لجميع الدول العربية. كان تقريبا الشاي الرسمي والمعتمد عند المصريين، بالرغم انه كان مش لوحده، كان في منافسين. كان في شاي اسمه شاي زوزو انتاج مصنع الحوامدية، وشاي كروان انتاج مصنع بورسعيد. لكن شاي الشيخ الشريف بخلاف الجودة بتاعته اتفوق كمان بالعقلية الدعائية ليه، ملامح شخص ارتاحوا ليه ولابتسامته بطريقة سريعة. شخص منهم مش نجم سينمائي يحسسك كده انه حد قريبك، حد انت شفته قبل كده واتعاملت معاه قبل كده. هسألك بصراحة، مين صاحب القرار في البيت المصري؟ تمام كده، الست هي صاحبة القرار في البيت المصري. مش صاحبة القرار ان هي بتنفذ قرارها على زوجها يعني، لا، صاحبة القرار يعني هي اللي بتعمل الاكل، هي اللي بتعمل الشرب، هي اللي ممكن تكون بتتسوق احيانا. قدر بقى شاي الشيخ الشريف ان هو يخاطب الست المصرية. كانت كل اعلانات الشيخ الشريف تقريبا كلها واحدة، مش واحدة يعني اعلان واحد، نمط واحد. علماء النفس بعد دراسة قالوا ان المرأة بتتميز عن الرجل في تمييز طعم المر والحامض والملح والحلو، وانها ادق من الرجل في تذوق الطعم. عشان كده السيدة المصرية اختارت شاي الشيخ الشريف عشان يكون مشروبها المفضل. في بداية الستينات اتولى علوي الجزار رئاسة نادي الزمالك، وكان اصغر شخص يتولى المنصب ده، كان عنده بس 38 سنة، وكان صاحب اقصر فترة رئاسية لنادي الزمالك سنة واحدة. حقق خلالها انجازات كتيرة، منها حمام السباحة الاولمبي، واسس العاب جديدة بخلاف كرة القدم. بالنسبة بقى لكرة القدم، قدر يحقق الدوري مرتين متتاليتين. قرر بعدها انه يستضيف على نفقته فريق كرة القدم العالمي ريال مدريد عشان يلعب مباراة ودية في القاهرة مع الزمالك. كان حدث كبير ومشهود اول مرة يحصل في منطقتنا تقريبا، لكن في رواية بتقول ان الماتش ده كان سبب في ان علوي الجزار يتعرض لأذى التأميم. بتقول الرواية والعهدة على الناقد الرياضي محمود معروف ان عبد الناصر كان بيشوف المباراة تلفزيونيا، وكان علوي الجزار قاعد في المقصورة جنب رئيس نادي ريال مدريد، وكل واحد منهم اشعل سيجار فخم. سأل جمال عبد الناصر مين الشخص اللي بيدخن السيجار ده جنب الضيف الاجنبي؟ قالوا له ده علوي الجزار. قال لهم ده أممناه ولا لسه؟ وكانت الإجابة لسه. فكان قرار التأميم كان قرار عنيف صدر في طريق عودته لبيته. تحت بيته لقى ضابط تنفيذ القرار. أول حاجة عملوها شالوا من إيده الساعة الرولكس بتاعته وخدوا منه العربية الفخمة بتاعته. السؤال هنا كان هيحصل إيه لمستقبل مصر اقتصاديا واجتماعيا لو ما كانش حصل التأميم لأصحاب الأعمال والمستثمرين؟